في سنة 1973 بيقرر المنتج سمير خفاجي إنه يستعين بالمخرج جلال الشرقاوي في إخراج مسرحية مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين اتخرج منها 3 كوميديانات أثروا في الكوميديا المصرية بشكل كبير: عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي. خلونا نتكلم بقى عن أول 2 ونسيبنا من التالت. مع بداية عرض مدرسة المشاغبين، أكتر 2 لمعوا في المسرحية بشخصياتهم كانوا عادل إمام وسعيد صالح، يليهم بنسبة صغيرة يونس شلبي. المقارنة بين عادل وسعيد كانت مستمرة سواء في المسرحية أو حتى بعدها. النجاح الكبير اللي حققته مدرسة المشاغبين فتح السكة لنجومها إنهم يوصلوا للبطولة، على رأسهم عادل إمام. بعد مدرسة المشاغبين، عادل إمام بدأ يحسب خطواته ناحية النجومية ويرتبها كويس، والنتيجة كانت إن عادل إمام أصبح أهم نجم سينمائي في السينما المصرية. أفلام كتير قدمها عادل إمام، منها الفني ومنها التجاري ومنها كمان أفلام المقاولات. ذكاء عادل إمام الفني خلاه يبعد عن الكوميديا ويقدم أفلام غير فيها جلده وطلع منها خلطة الكوميديا. في المسرح، عادل إمام يمكن ما قدمش مسرحيات كتير، لكن مسرحياته فضلت تتعرض كتير سنة ورا سنة، سواء مسرحية الزعيم أو مسرحية بودي جارد، اللي بالرغم من إنها فشلت لما اتعرضت في التلفزيون إلا إنها نجحت جدا في المسرح. في الدراما، عادل إمام قدم حوالي 11 مسلسل، أفضلهم كان فرقة ناجي عطلة والعراف وعوالم خفية. على عكس عادل إمام، فسعيد صالح كان مختلف تماما عن صديق عمره. بعد مدرسة المشاغبين ونجاحه بمرسي الزناتي، سعيد صالح اتعاون تاني مع أبطال مدرسة المشاغبين وقدموا مع بعض مسرحية العيال كبرت، اللي قدرت تحقق نجاح ضخم بالتوازي مع مدرسة المشاغبين. في السينما، سعيد صالح كانت خطواته مترددة. سعيد صالح هو أكتر ممثل مصري قدم أفلام مقاولات في مشواره الفني، ويمكن ده السبب الأساسي اللي خلى رصيده الفني يقل عند الجمهور وما يفتكرلوش بس غير دوره في مدرسة المشاغبين ودوره في العيال كبرت. في المسرح بقى، سعيد صالح قدم مسرحيات كتير، لكن المسرحيات دي أغلبها ما تصورش. المسرحيتين الوحيدين اللي بيتعرضوله على طول في التلفزيون كانت مسرحية البعبع ومسرحية كعبلون. مسيرة سعيد صالح متشابهة بشكل كبير مع مسيرة سمير غانم، اللي برضه فضل المسرح على السينما، ولكن سمير غانم محظوظ أكتر من سعيد صالح لكون معظم مسرحياته اللي قدمها على المسرح اتصورت واتنقلت للتلفزيون. لو قارنا بين عادل إمام وسعيد صالح، فالاتنين فعلا كانوا مختلفين عن بعض، مش بس عشان عادل إمام هو المخ وسعيد صالح العضلات، اوعى تفتكر كده. لو دققت في لقاءاتهم التلفزيونية هتلاقي سعيد صالح شخصية عفوية جدا وتلقائية، ودي أبرز نقاط قوته في الكوميديا واستحضار الإفيهات على المسرح. لخبطت في الأذان فرفدوني. بشتغل دلوقتي مدرس عايشه. اصل احنا النهارده كان عندنا 7 حصص فاضيين. نعم. على النقيض تماما، عادل إمام كانت شخصيته رزينة وهادية، وده نابع من كاريزمته اللي اتميز بيها وساعدته إنه يكون واحد من أحسن الممثلين المصريين. انت يمكن تقول إن سعيد صالح كان دمه أخف منه، لكن عادل إمام بالرغم إنه أقل موهبة من سعيد صالح لكنه بقى أنجح منه. مسيرة سعيد صالح في الدراما مش موجودة. سعيد صالح ما كانش مهتم قوي بالتلفزيون، لدرجة انه لما اتعرض عليه دور العمدة سليمان غانم رفضه، والدور راح بعدها لصلاح السعدني. دور سليمان غانم كان كوميدي فعلا ولايق على سعيد صالح، وشخصية العمدة قريبة قوي من شخصية سعيد صالح. طيب ليه بقى سعيد صالح اتحبس في ظل عادل إمام؟ ده السؤال اللي انت داخل الفيديو عشان اجاوبلك عليه. بص يا سيدي، سعيد صالح معظم أدواره اللي الناس بتفتكرها له في رصيده الفني كلها أدواره في أفلام عادل إمام اللي مات فيها كلها بالمناسبة، باستثناء بس دوره في فيلم الجردل والكنكة اللي كان ثانوي محدود وما يليش خالص بسعيد صالح. اللي حصل مع سعيد صالح وعادل إمام بيعلمنا كلنا حاجة واحدة بس: إنه مش مهم بس تكون موهوب، الأهم من كده إنه يكون عندك الطريقة اللي تعرف تدير بيها موهبتك وما تخليهاش تموت. ولو وصلت لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبك، فياريت يا صاحبي تعرفني في الكومنتات ايه أكتر الإفيهات اللي بتحبها لسعيد صالح وعادل إمام. وسلام.